السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا كمية فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي الله. زي ما انتم شايفين كده معانا كرنبيت. أنا مقطعاه صغير زي ما انتم شايفين كده لأني هخلله، وأنا ما عنديش حد بياكله. انتم شايفين الكمية صغيرة غير ريتاج بنتي، فأنا عاملة على قدها، يعني عاملة كمية وهي بتحبه صغنن كده، فأنا مقطعاه زي ما هي بتحبه. هاجيب بقى هنا كده حوالي 4 كوبايات مَيّة، هاحط عليهم 4 معالق ملح، يعني كوباية المَيّة عليها كوباية ملح، سوري عليها معلقة ملح. دي كوباية من كوبايات القهوة، هاملة نُصّها أو تِلتها خَل. معايا بقى هريسة شطة، هاحط معلقتين. لو ما عندكيش شطة ممكن هريسة الشطة دي ممكن تجيبي فلفل أحمر تفرميه يعني وتحطيه أو تقطعيه حتت رفيعة. ممكن تعمليه بالمخرطة، تخرطيه بالمخرطة. المَيّة عاملة بس زي زيت كده على الوش، لإن هريسة الشطة أنا حاطاها فحاطة على وشها زيت، فعشان كده المَيّة مزيتة شوية. هاحطه بقى كده، سهل خالص مفيهوش أي افتكاسات يعني. ممكن تحطي فيه حتة بنجر لو انتِ حابة، لو عايزة تخلّي اللون محمر شوية، يعني في ناس بتحبه كده. متنسوش بقى الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، والاستغفار والحوقلة والدعاء لنفسكم ولأولادكم. إحنا في أيام مفترجة يعني. متنسوش لايك وكومنت حلو منكم بذكر الله، واللي مشتركش يشترك يا جماعة. بس هو كده مفيهاش أي افتكاسات، خلاص أنا كده خلصته. أنا مش عارفة أنا باقول إيه يعني، بس هو كده خلاص. أنا هاقلبه بقى كده، أيوه خلاص. وهو كام يوم وبتاكلي منه عادي يعني، أنا عاملاه بقى له فترة يعني، ده خلص كمان. عملته وكام يوم كده وابتدينا إن إحنا يعني أطلّع لها منه وتاكل منه يعني. ويا رب تجربوا بقى بالطريقة دي، هي سهلة جدًا، جدًا يعني، ما فيهاش المخللات أساسًا ما فيهاش أي افتكاسات، معروفة يعني من الجدود، فربنا يحسن ما بين إيدينا جميعًا يعني. اعمليها بالطريقة دي كده حلوة أوي وسهلة ومختصرة برضه. في ناس بتحط بنجر، في ناس ما بتحبش تحط بنجر، كل واحد على حسب ما بيحب يعني. أشوفكم الفيديو الجاي على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.